ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا اقول لكم رايي في الساندوتش ميكر بتاعه كينود. اولا انا طلبتها من موقع نون، تقدروا تنزلوا الابليكيشن او تدخلوا مع الويب سايت. انا جبت اللي هي 3 في 1، بيكون جاي معاها 3 وشوش. اول وش اللي هو الجريل ده، وممكن نعمل عليه العيش السوري او توست او يعني اي حاجه بقى من الحاجات دي. وفي وش تاني معاه بيكون وافل، ده بنعمل عليه الوافل. وفي وش تالت اللي هو بتاع التوست، تقدروا بقى تستخدموا التوست على الجريل او تقدروا تستخدموه في الوش بتاع التوست. تقييمي بصراحة للساندوتش ميكر بتاعت كنود حلوة جدا وعملية وتقدروا تستخدموها في حاجات كتير قوي. هي فعلا جميلة وانصح يعني الكل يجربها. هي كانت بنفس سعر بلاك اند ديكر، بس انا حسيت انه كنود يعني افضل بالنسبة لي. ممكن بالنسبة لحد تاني يكون ماركة بلاك اند ديكر هو يحبها اكتر، بس هما الاتنين كان سعرهم متقارب جدا. هي كينود اغلى من بلاك اند ديكر بحاجات بسيطة، ويعني دي في الاول في الاخر بتبقى ايه يعني اراء. هما نفس عدد الوات، هم دي 750 والتاني 750، بس انا فضلت بصراحة كينود عن بلاك اند ديكر. تقدروا بقى تطلبوها من الموقع. هي وصلتني في خلال مثلا 4-5 ايام، في الحدود دي، مش ازيد من كده. والشحن كمان كان مجانا، فبصراحة كان حلو جدا. فتجربتي جميلة مع الساندوتش ميكر بتاعتهم. وفعلا جربت الوش بتاع الوافل حلو قوي. اهم حاجة بس انتوا في الاول بتدهنوه زبدة او اي مادة دهنية عشان خاطر يكون محمص، لكن هي كده كده الوشوش بتاعتها غير قابلة للصق. فتقييمي ليها بصراحة 10/10، جميلة جدا، واشجعكم ان انتوا تجربوها. هسيبكم بقى مع فيديو كده تتفرجوا عليه، كان تحضير بقى الفطار اول ما جبت الساندوتش ميكر.